كذا منين معوجة من فوق. الشعب ما عنده علاه. زادوا لنا السكر، زادوا العدس، زادوا المعيشه كاع السكنه كاين. ديك اللي ماشي قادر المسؤوليه يروح. بلاد العداله نايمه والحقره قايمه. أعزائي المشاهدين متتبعي قناة العصر، سلام الله عليكم ومرحبا بكم في موعد جديد من برنامج الجزائر تسمعك. موضوع حلقة السهرة سيلقي الضوء على الأحداث الأخيرة التي شهدها حي 568 مسكن ببن طلحة بلدية براقي يوم الأحد على الساعة 9 ليلا، أين وجد سكان هذا الحي أنفسهم رهائن في صراع بين عصابتين استعملت فيها كل أنواع الأسلحة البيضاء بالإضافة إلى الزجاجات الحارقة في صورة لحرب أهلية رسمت معالمها واجهات العمارات المحترقة في غياب تام لقوات الأمن ومكافحة الشغب، مما أجبر بعض العائلات إلى الهروب من مساكنها والاحتماء في المساجد من الفوضى والرعب الذي زرعته هذه العصابات المجرمة ذات السوابق العدلية والمعروفة لدى مصالح الأمن، التي ومن الواضح أنها لم تتلقى تعليمات فوقية لحماية العائلات من هؤلاء المجرمين الذين أصبحوا يفرضون واقعا مرعبا في أحيائنا، حيث تجد بعضهم بالعصي يجبرون أصحاب السيارات بالدفع في مواقف للسيارات غير قانونية، وتجد البعض الآخر يتاجر في المخدرات تحت طاولة الدخان التي أصبحت في الجزائر نشاطا تجاريا عاديا، إلى درجة أن سيارات الأمن تتوقف ليقتني أعوان الأمن سجارتهم منها، وفي المقابل نجد أن التعليمات الفوقية تصل لهؤلاء الأعوان كسرعة البرق، لتجدهم قد طوقوا كل احتجاج اجتماعي يطالب أصحابه حقوقا مشروعة بحجة المساس بالأمن العام، وتصل التعليمات الفوقية إلى حد تخصيص سيارات وأعوان أمن لملاحقة نشطاء سياسيين أو ممثلين عن المجتمع المدني. وخير دليل على هذا المضايقات والمتابعات البوليسية التي يتعرض لها أعضاء اللجنة الوطنية للبطالين. وفي حي بن عزوز في مدينة القليعة ولاية تيبازا يوم 19 أكتوبر الجاري وجد سكان هذا الحي أنفسهم وسط معركة بالسيوف والمولوتوف وحتى الكلاب الضخمة بسبب شجار بين شخصين، وفي غياب تام للأمن الذي ومن الواضح أنه لم تصله التعليمات الفوقية هذه المرة كذلك، وفي كل المرات، كون أن الضحية لا تتعدى سكان حي من أحياء الجزائر الكثيرة، ولا يتعلق الأمر بأمن الدولة. وفي سياسة ممنهجة من طرف المسؤولين يتعمد ترك السكنات في الأحياء الشعبية بالعاصمة بدون صيانة لإجبار سكانها التنازل عنها مقابل سكنات في الضواحي لإبعاد ما يراه المسؤولون خطرا عليها في حال انتفاضة شعبية، بالإضافة للاستفادة من الأراضي لبناية فاخرة لمافيا العقار، لتجد العائلات نفسها في مجمعات سكنية للنوم خالية من مرافق الحياة، ليحولها بعض الشباب إلى بؤر تنتشر فيها الجريمة والفساد. أعزائي المشاهدين، لماذا يغيب أعوان الأمن في حروب الشوارع التي تفشت في أحياء الجزائر، ولكن في المقابل نجد نفس الأعوان يقمعون كل الاحتجاجات ذات الطابع الاجتماعي أو السياسي رغم مشروعية مطالبها؟ للمشاركة معنا في الموضوع يرجى الاتصال برقم الهاتف أسفل الشاشة أو عن طريق خدمة سكايب. نبدأ استقبال مكالمتكم، لكن قبل ذلك أدعوكم إلى مشاهدة هذا التقرير الصحفي
للزميل حسن بوراس مراسل قناة العصر في الجزائر: لا تذهبوا بعيدا. يستمر النظام الحاكم في الجزائر في سياسة بولسة المجتمع وعسكرته، وهذا على حساب الحريات الفردية والجماعية التي ما تزال معلقة إلى إشعار آخر، وعلى حساب الدولة المدنية التي يتطلع لتكريس مقوماتها المواطن الجزائري، حيث قرر في هذا الصدد وزير الداخلية طيب بالعيز أن يضيف بداية العام القادم دفعة جديدة من عناصر البوليس مكونة من 20,000 عنصر يضيفها إلى 200,000 عنصر الموزعين على المدن الجزائرية، وهذا لتعزيز قبضة النظام في كتم أنفاس المواطنين ولقمع الحركات الاحتجاجية السلمية المتنامية في المدن والقرى الجزائرية. بكل صراحة، ونحن لا نخجل من قول ذلك، الأدوات من كاميرات ومن كمبيوترات أو أجهزة لتستعمل في تلفزيون رشاد هي أجهزة بسيطة جدا، وفي الغالب اشتريت دوزيام ما، أي أنها مستخدمة من قبل. وأيضا الذين يشتغلون في القناة هم أناس مناضلون مقاومون لا يأخذون مقابل ما يقومون به أي شيء، وإنما هم يؤمنون بفكرة الجزائر القوية والجزائر الآمنة والجزائر الراشدة إن شاء الله. الماكرو الثالث مليح، أي نقدروا نبديو الحصة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذا العدد الخاص من حصة الجزائر تسمع. هذا العدد سنخصصه لتغطية المظاهرة الحاشدة التي نظمها شباب الوادي ومواطنون آخرون قدموا من ولايات أخرى للمشاركة في هذه المظاهرة. محمد والآخر الناس يتهضر معاك اللي تقول لك باللي يا ودي راكم باغيين كيما سوريا، محمد تقول لهم روحوا يتوسطوا لنا عند أصحاب القرار، اللي يتهضر معاك في التليفون يقولوا باللي راكم باغيين ديروا لنا كيما سوريا وديروا لنا كيما مصر، روحوا قولوا عند أصحاب القرار، روحوا عند الجماعة بن عفنون قولوا لهم ودي وخروا من الحكم. نحن ماضون في هذا الإطار وسنناضل من أجل التغيير الشامل والجذري المؤمق. شكرا جزيلا لك سي عبد الوهاب. نحن نعتمد أساسا على تبرعات المتعاطفين أو اشتراكات الأعضاء، ولا نقبل أي دعم خارجي من دول خارجية جهات رسمية، وإنما فقط من المتعاطفين مع قضية التغيير ومع قضية الجزائر ليس أكثر. إذن إخواني، لا تبخلوا بتبرعاتكم وبمساعدتكم مهما كانت طبيعتها لكي تستمر هذه القناة من إيصال الحقيقة وإيصال الكلمة لكم ومنكم وإليكم. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم مجددا. كما سمعتم في التقرير الصحفي، تعزيز سلك الشرطة ب20,000 شرطي للعام المقبل بالإضافة إلى 200,000 شرطي. ما الهدف منه إذا كان المواطن يشعر باللا أمن حتى في بيته، ولا يبعث أبناءه إلى المدرسة طيلة أسبوع مثل ما حصل في بن عزوز، حي بن عزوز بالقليعة ولاية تيبازا؟ أبدأ باستقبال مكالمتكم أعزائي المشاهدين. أول مكالمة من معي رابح من قسنطينة. تفضل أخي رابح. أخي رابح، أنت وفي للحصة. تفضل أخي رابح. الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. بارك الله فيك. عيش كلمتي مالك يا اخي فهد، انا مدمن القناه، والله مدمن اليوم مداريه مدمن الصراحه في المغرب العربي يا اخي. لا الوراثه والله ما تسعة انا خطيتهم راني معاكم ديما، لا الوراثه. دمت وفيا. والصلاه والسلام على رسول الله. احييك يا اخي فهد، واحيي قناه العصر وقناه المداريه التي يتحدثون الحقيقه ما صدر في الجزائر يا اخي عشان يستوضح حتى الان يا اخي. واحيي ام امين وشمال عفار ابو صهيب بن حسابه وحسين فرصه يا اخي الذين يتحدثون الحقيقه.
يأس يا أخي، وش يأس؟ يأس 5 ملايين تاع الشهرية تاعو ما يعاودش يفهم. بركان يدي فوق تاني يأس 6 ملايين وما يعاودش يفهم. الشعب ياكل بعضاه، شوف كون يطيح فوق بعد. راني في اللحظة هذه راهي 58 هذيك، يطيح واحد في الأوتوروت. والله أكسيدون في الأوتوروت، أقسم بالله ما يجيون، حتى يموت، حتى يهزوه. نعش باهيتينا. اليوم يا أخي عندي قضية أنا، قضية في بلادي في أرضنا، أقسم بالله أرضنا، راح نشكيو عليها، وشكلونا، لا العسكر تاع أنا استغفر الله، لا الجدرمية، وشكلوا لنا، قالوا لنا نروحوا دعوة وين؟ في بيتنا، رحنا لبيتنا، وقالوا تشرح تاع بيتنا، وشكلوا لنا، يدور فوق هذه المجلس، وش الملوك هكا، لا علم والو، النظام في والو، والعسكر في والو، كل واحد تاع شعريته، والشعب المغبون هذا، المحقور والمقهور، والشيعان والعافيان، ما غاز عليه، ما قدرش يا اخي عباس، ما قدرش ما غاز عليه، وما في يدو حتى حاجه، شو بدك يعني؟ كذا هو حريتني، ساعات عندي ما تسكن في البطيخه، اقسم بالله دارت سرقت 380 مليون سرقوا له، وديبوزا لابلان. كونتريكس ولا هذيك اليوم وتركت لي انا الدار شخصيا كونتريكس ما على باليش انا بالشهور ولا العلم اخي ما يقدروش يجيبوا الزومبران تاعك اخي فات وكاين من البيت ما يجيبوش بعضهم وهذه هذا النظام هذا عاش شهريته كالمشاهدين. شوفوا المشاهدين كانوا 200 هذا مجرد كلام انا ما على بالي يكونوا 7000 ولا 8000 مشاهد يا اخي فات كيف يديروا دوك؟ والله ما عندهم كثير مشاهدين، يقولوا أول سنة يبعدوا يقولوا كل هذه 5 ناس ورا بعض كدنا، ما يشدوش يدير وما يعرفوش من ناحية، ولا يقولوا خدمت في البيت، وين؟ في العاصمة ولا في الطنطينة، المدينة الكبيرة، خدمت في البيت، قاعدين ياكلوا بالحدلوب حاجات على كل حال يا أخي بس، ونحترمك كأخويا، والله نحترمك يا أخي، شوف والله يا أخي، والله ما يسمعوهم الشهداء. والله ما يسمع هذا مجرد كلام برك، والله ما فرحت البلاد يا اخي، والله في الانتخابات هذه، والله كنا ما ردوش عليه بالحال، والجبال الاسلاميه اللي وقعت، والله ما فرحت البلاد وكنت الشعب. شكرا اخي رابح لمداخلتك. والله ما فوت واحد. شكرا اخي رابح للمداخله، نستقبل مداخله اخرى. غازي من أدرار، تفضل اخي غازي. مساء الخير. مساء النور. مساء الخير. مساء النور اخي غازي، تفضل. الموضوع واش هو يا اخوي؟ يا اخي الموضوع اليوم يتكلم على الامن الوطني في الجزائر، يعني في هذه الايام الاخيره شهدت بعض احياء الضواحي في العاصمه يعني حروب شوارع، في برقي، في القليعه، في جسر قسنطينه، في التسالة، احياء يعني كاين عصابات يعني تتبارز بيناتها في الشوارع بالسيوف، بالخناجر، بالكلاب المفترسه المدربه، والشعب بقى رهينه في الوسط، لحد انه في القليعه يعني العائلات يعني لم تبعث باولادها الى المدارس طيله اسبوع خوفا على ابنائهم، وفي غياب تام لاعوان الامن وشرطه مكافحه الشغب. يعني ما هذا الكيل بمكيالين. اما يعني لما تكون الرابطه، يعني باش نضربوا على سبيل المثل الرابطه الوطنيه للبطالين، يعني اللجنه الوطنيه للبطالين لما تنظم احتجاجات يعني في اليوم التالي يكون الامن كله متابعينهم والطرق مغلوقه وتفتيش لماذا هذا الكيل بمكيالين للامن الوطني؟ يا أخي اسمعني. تفضل. احنا اليوم من يزرع الخوف في مجتمعنا، من يزرع الفوضى في مجتمعنا، من يزرع الإرهاب في مجتمعنا. أيست السلطة كنا في التسعينيات مع الإسلاميين كنا في أمان، لا توجد لا إرهاب لا خونة لا أي شيء. في التسعينيات مع الإسلاميين الأحرار الذين يحبون الجزائر ويخدمون الجزائر ويفتخرون بالجزائر الإسلاميين، ولكن جاء هؤلاء الطغاة الفراعنة الصهاينة جاءوا وحاربوا الإسلام والمسلمين وحاربوا الديمقراطية وحاربوا الشفافية وحاربوا
من ينفعوا البلاد والعباد، وجاءوا بسلوكهم الخطير على مجتمعنا، سلوكهم الخارج عن الإسلام، حاربوا الإسلام وحاربوا المسلمين وحاربوا كل من يزرع الأمن في مجتمعاتنا. اسمعني. نسمع فيك أخي غازي، ولو يعني نريد منك أن تتحدث لي يعني في الموضوع، يعني باش ما نهربوش بزاف. نعم اسمعني. احنا اليوم يا أخي والمستمعين كل ما يقع في الجزائر اليوم سببه السلطة الخارجة عن الإسلام، الطغاة الفراعنة الذي جاء بهم بوتفليقة ونحمله المسؤولية الكاملة، لأنه لم يأتنا بالأمن وإنما جاءنا بالخونة الذين يزرعون الانحراف في مجتمعنا اليوم. وبوتفليقة وغلام الله هم الذين يتحملون كل ما نراه في الجزائر من انحراف، لأنه الأخ غازي أنت تظن باللي هي الخروج عن الإسلام هو اللي جعل الوضعية هكا؟ يقدر يجاوبك واحد يقول لك في اليابان يعني ليست علاقة لا بالإسلام ولا بأي ديانة، والمواطن الياباني يحترم القوانين وكله يعني ماشي تمام في تمام. يا أخي اسمعني مليح. احنا اليوم هؤلاء لا يحبون الأمن وإنما جاءوا بالانحراف وزرعوه في مجتمعاتنا. اليوم الشعب الجزائري كله شرقا وغربا أصبح ليس مطمئن على بيته ولا على ماله ولا على أهله، وإنما الجزائر كلهم يخافون ليل نهار على ممتلكاتهم وعلى أرزاقهم وعلى كل شيء يخافون عليه في الجزائر. تبارك الله فيك يا أخي غازي، شكرا للمداخلة ودمت وفيا لنا. أستقبل مكالمة ثالثة. من معي؟ تفضل أخي، من معي؟ السلام عليكم. شريف من الجزائر. شريف من العاصمة، تفضل أخي شريف. يعني العاصمة الآونة الأخيرة شهدت يعني حروب شوارع في الضواحي، براقي، جسر قسنطينة، الكاليتوس، بني مسوس، برتوتة، دراريا، تسال المرجة، كل هذه الأحياء يعني الأحياء تاع المجمعات السكنية اللي تبنات حديثا واللي تم ترحيل سكان الأحياء الشعبية من العاصمة، من باب الواد، بالكور، يعني ولات بؤر للفساد للجريمة. أين المواطن؟ العائلات أصبحت يعني في لا أمن يعني كامل، والشرطة ومكافحة قوات مكافحة الشغب غايبة. أولا ما ينتج عن أولا هو اللي كنت تتكلم عنه هو ينتج عن غياب العدالة الاجتماعية. لا يشك عاقل في أنه عكس العدالة والظلم والوحشية والفوضى، ولهذا إذا انعدمت العدالة في أي مجتمع حلت محلها كل الآفات الاجتماعية الخطيرة كالفوضى والوحشية والعنصرية والاستغلال الأخلاقي وانتشار الفساد بكل أنواعه المادي والمعنوي. وهذا هو المرض الخطير المعدي الذي تخشاه الشعوب، ولهذا يحاول كل مجتمع يحمي نفسه من هذا الانفجار بكل ما يملك من قوة، وعليه فمسؤولية المجتمع أمر عظيم. أما بقولك في وسائل في الجزائر لو تقسم عدد الأمن على متر المربع لولاية الجزائر نرى كل فرد من أفراد يعد 20 متر، فكيف توجد هذه المشاكل هذه؟ وماذا ندري من كبار المسؤولين مثلا خالد الزرزق في الفراماسو عنده قليل؟ ماذا ندري من مسؤولين سابقا؟ كان هارون كان في العاصي هو المسؤول الأول في الروطاني انترناسيونال. ماذا لك فيما كان رئيس الحكومة رضا مالك وهو نواة من نواة الفرنسية؟ ماذا ندري من حكام كما هذو في البلاد؟ وماذا ينتج عنهم من فساد وأخلاق؟ ولهذا يجب على الشعب الجزائري أن ينهار الفوت تاع 14 تاع 2014 يقعدوا كاع في ديارهم، ما ياخذوا الشارع، ما يلاقي شرطه، ما يضربوا ما والو. تقول مهراج كما كنا نديروا في وقت فرنسا ما قضوا عليهم ما والو. بارك الله فيك أخي شريف على المداخلة ودمت وفيا. نستقبل مكالمة أخرى. مليكة من تير، تفضل الأخت مليكة.
الو. تفضلي اخت ماريكا، مساء الخير. مساء الخير. تفضلي، ما رايك في الموضوع اليوم؟ الامن الوطني في بالك لماذا كان غياب، يعني لما تكون هذه الحروب الشوارع يكون غياب تاع قوات الامن، اما في الاحتجاجات الاجتماعيه وذات الطابع السياسي يعني قوات الامن حاضره قبل الموعد للقمع بحجه امن الدوله. اظن ان مليكه انقطعت المكالمه. هل تسمعينني الاخت مليكه؟ علي من شلف، تفضل أخي علي، هل سمعت السؤال أم أعيد طرحه عليك؟ السلام عليكم. وعليك السلام، تفضل. يا أخي ما عندناش أمن في الجزائر، عندنا قمع المواطن عن حقه. أقول كيف الشرطة هذه هي الشرطة، أنا نقول الشرطة وليست شرطة. كيف الشرطي الذي يكون يتناول المخدرات ولن يدرسوا تسيير يعني السيره تاعو، تسيير السيره تاع هذا اللي يدخل شرطي، ما يدرسوش السيره تاعو كيف كان قبل ان يدخل شرطي او دركي. كاين شرطي والدركي كان يتناول المخدرات، يسرق، كاين اللي عنده حتى كان الصفه تاعو تاع العداله موسخ ويصفيه بالرشوه او يدخل شرطي ويدخل مواطن. هذا كيف يحمي الوطن او يدافع عن حقوق المواطن؟ كيف الذي يكون يسرق قبل ان يدخل للامن او يتناول المخدرات او يعتدي على الناس ويجيب كيعطي تاعو بالرشوه، كيف يدافع عن الوطن؟ اقول الدوله والعداله، عندنا عداله عديمه وليست عدالة في الجزائر. كيف الشرطية الذي تكون في ديار الدعارة توقف في الطريق وتجيب الشهرية تاعها وتفوت، ومن بعد يقول لك راهي عصابة في الجزائر تضرب بالسيوف. الراجل لما يسيب امرأة كانت في الدعارة واقفة في الطريق تجيب الشهر تاعها وزيد تخلص اللاترين على الحمير والغوزيزان اللي يديروا صباحها، تضرب شهرين في شهر. والحق المصروف للراجل وليست للمرأة في الدولة المسلمة. كيف الراجل لما يضرب عن حقه يلحق 18 سنة ما يسويش به يستبيت، والمرأة في الطريق وقفت تضرب 2 شهريات؟ هل هذه دولة عادلة؟ دولة مسلمة؟ المرأة في الطريق تفوت في الرجال والراجل قاعد في القهوة ما قواه يرفد السيف، ولكن يرفد السيف به يضرب ما يضربش المواطن الضعيف. لكن يا أخي علي يضرب المسؤولين. أخي علي لكن يعني عن حقه. اسمح لي الأخ علي، لكن العائلات يعني في هذه الأحياء والله يعني تعيش في رعب لحد أنهم يا أخي لا يبعثون أولادهم. كان في ديار الدعارة وفي الطريق تجيب الشهرية وهو بارك الله فيك أخي علي على المشاركة، دمت وفيا. أستقبل مكالمة أخرى. الأخت مليكة، مرحبا بك. الأخ مليكة عادت إلينا. شكرا. تفضلي الأخت مليكة، يعني ما اللغز يعني في غياب قوات الأمن يعني في هذه الحروب الشوارع، بينما نجدهم يعني حاضرين وبقوة في الاحتجاجات تاع البطالين، احتجاجات تاع الأطباء. يا أخي الكريم ليس اللغز، كل شيء أصبح مشفرا، كل شيء أصبح مشفرا. نحن الوضع عندنا أشبه بعراق الاحتلال. هذه الفترة التي نعيش فيها تسمى فترة انتقالية، لا تشبه لا فترة التسعينات ولا بعدها ولا ما قبلها، ولا تشبه لا الفترة الجمهورية ولا بعدها ولا ما بعدها. ليس فقط الأمن، لا دواء، لا غذاء، لا أمن. أصبحنا نعيش في رعب متواصل. شكرا الأخت مليكة على نحن على وشك الانفجار، نحن على وشك، أصبحنا نخاف على كل شيء. طبعا ليس غريب، ديمقراطية مغيبة.
بارك الله فيك الأخت مليكة. نستقبل مكالمة أخرى للأخ حسن من غليزان. إرهاب إدارة استعمارية كولونيالية لم يتغير شيء. ليلة احتفال بنوفمبر 60 عام بعد ثورة نوفمبر وكأننا نعيش تحت سيادة العالم الفرنسي. وشكرا. بارك الله فيك الأخت مالكة ودمت وفية لنا. نستقبل مكالمة حسن من غليزان. أخ حسن سلام الله عليك، هل تسمعني؟ عليك السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ وعليك السلام أخي حسن، تفضل. ما كان حتى أن في الجزائر. وفي بالك يا أخي حسن لماذا النظام يترك هؤلاء المجرمين ذوي السوابق العدلية يعثون في الأحياء يعني فسادا؟ يعني هو يعرفهم، لماذا في بالك؟ هم مجرم يحمي مجرم. لأنه بعض المتتبعين يقول لك باللي الدولة النظام في الجزائر يستعمل هذا الصحاء المجرمين هذوما، يستعمل اللي هم أساسا هم ضحايا لهذا النظام، يستعملهم كبلطجية. يعني يوم يكون احتجاجات يجيبهم كبلطجية لضرب من يريد أن يقمعوا، أو يستعملهم كمخبرين. يعني أظن أن حسن قطعت المكالمة. نستقبل أكرم. الأخ أكرم هل سمعت أو أعيد عليك السؤال؟ ألو أخي أكرم تفضل. أخي شوف نقول لك كلمة وخرج. احنا هذو رجال الشرطة راهم جزائريين ما يتبعوش كلهم، وهذا باللي هذو راهم يخدموا في الجزائر ما يشتغلوا في دولة أوروبية ولا. انتوما مش على بالي راكم تصوروا الصورة تاع الجزائر في العالم كامل. انا نقول خافوا ربي اتقوا الله. هذا ما نقول خويا. السلام عليكم. خويا أكرم تسمح لي نطرح عليك سؤال؟ أخي أكرم هل تسمعني؟ أظن أن أكرم ما حبش نطرح عليه سؤال، ولو أني كنت نحب له كان يعني الأخ أكرم نطرح عليك سؤال. يعني إحنا ماناش نخترع في الأخبار. يعني كل الجرائد الوطنية تكلمت على حروب الشوارع هذه الأيام، عرفتها ضواحي العاصمة، في يعني حروب بالسيوف، حروب بالمولوتوف بالنار. شفنا صور لعمارات محترقة، شهادات لعائلات. اسمح لي أكرم نكمل الفكرة وبعدين نعطيك يعطيك فسح من الوقت باش تجاوبني. عمارات يعني الواجهات تاعها محترقة، عائلات لا تبعث أبنائها للمدارس خوف عليها من هذه الحروب تاع العصابات. وهما هذا الناس مجرمين بائعي مخدرات، والسلطات الأمنية تعرفهم وتتعمد لهم أنهم يعني طلقاء. فلماذا في بالك يوقف إنسان شاب ولا بطال يطلب حقه العمل، وفي حين أن المجرمين يتركوا يعبثون يعني بالأحياء ويتركوهم في المواقف في السيارات، يعني ينحيوا دراهم للمواطنين 2000 فراك 3000 على حق توقيف السيارة في مواقف غير قانونية. أظن أن أكرم راح. أخ أكرم يعني حاول تتصل معنا باش نعطيك قدر باش تجاوب وتعطينا النظرة تاعك. مكالمة من معي؟ السلام عليكم. وعليك السلام أخي، من معي؟ معك حمزة من ولاية الكلام. تفضل أخي حمزة. السلام عليكم. وعليك السلام حمزة، تفضل. حمزة من ولاية الكلام. تفضل أخي حمزة، الجزائر تسمعك. عندي زوج نقاط نحاول نقولها باستمرار. تفضل. الله يزيد فضلك خويا. خويا نطلبوا الدعاء الشافي رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، ربي يشفيه إن شاء الله. إن شاء الله. وعنده إن شاء الله رب العالمين ورب العالمين عودة رابعة إن شاء الله. باش يزيد. علاش عهدة رابعة؟ علاش تتمنى عهدة رابعة؟ ولا الحالة في الجزائر؟ أنا عجبني رئيس الجمهورية. لا، وش رايك في حروب الشوارع يعني اللي تعرفها احياء الجزائر والمواطن؟ شوف السؤال. انا الامن الوطني غياب في الحروب الشوارع وحضورنا قبل الاحتجاجات.
الاحتجاجات. في بالك انت يعني كيفاش تفسر انه قوات الامن يعني حاضره غير لقمع الاطباء لما يطلبوا حقوقهم، الاساتذه، الموظفين لما عقود ما قبل التشغيل يديروا احتجاجات يعني يجوا يضربوهم بالهراوات، اما الاحياء يعني اللي تعرف حروب والمواطن يعني مرعوب يعني غياب تام. في بالك لماذا؟ يا خويا صلي على محمد، صلي على محمد صلى الله عليه وسلم. المواطن كيحاول يدير الاحتجاج تاعو. تفضل اخي. المواطن هذا كيحاول يدير الاحتجاج نتاعو، يطالب الحقوق نتاعو، وعلاه هو يروح يكسر الادارات نتاعو ويفتح الطريق على الشعب. يا اخي احتجاجات سلميه، عنده الحق الدستوري يكفل له هذا الحق. يروح يدير الاحتجاج نتاعو سلمي، يدير له في نتاعو يدير احتجاج سلمي هو. يا اخي البطالين اللجنه الوطنيه البطالين الاحتجاجات سلميه وتقمعها الدوله. ولماذا في بالك الامن غائب من حروب الشوارع؟ لماذا ما عطاولهمش تعليمات باش يروحوا يعطيهم التعليمات الشعب تام؟ ما كاش انا نقول لك غياب تام. غياب تام يا اخي يا حمزه، انت عايش في الجزائر، انا نقول لك غياب تام. سكان الاحياء في الضواحي تاع العاصمه يشتكون، يقول لك ما كاش امن، عايشين في الرعب، ولادهم ما يروحوش اسبوع للمدرسه. وانت تقول لي عهده رابعه البوتفليقه، وينك عايش يا اخي؟ الحمد لله كتر خير رئيس الجمهوريه، خدمتنا نرفتنا وخدمتنا. وراه الخير يا الاخ حمزه، وراه الخير. الناس انا نقول لك لا تذهب اطفالها للمدارس طيله اسبوع. في سوريا الاطفال يروحوا للمدارس. الحمد لله احنا راه في الدائره رحمه ربي، اللي كان ما يقراش ولا يقرا، واللي مش مداوي ولا يداوي، ورانا في رحمه ربي الحمد لله. والله انت يا حمزه يعني ما تجيش تتحدث عن الموضوع، انت جاي تدير حمله انتخابيه لبوتفليقه، نخليك تديرها في مانيش ندير حمله انتخابيه لبوتفليقه. انا يا اخي عندنا سؤال، اذا حبيت تجاوبني على السؤال تفضل. الا باش دير لي حمله انتخابيه على بوتفليقه يعني مازال ما جاتش الحمله، وبوتفليقه مازال ما رشحش نفسه. وش نقول لك على الامن؟ تحوس على الامن هذاك اللي راه يقمع بالشعب. اشرح لي لماذا الدولة يعني ما تفرضش سلطة القانون في الأحياء هذه وتقضي على العصابات؟ يا والشعب يدير المشاكل روحه، ما يدير هو الشعب. الشعب يسمى الخطأ في الشعب. رحمة ربي وعليه يروح يكسر الإدارات نتاعو ويروح يشعل الطريق. بارك الله فيك أخي حمزة. بارك الله فيك أخي حمزة على المداخلة. دمت وفيا لقناة العصر. سنستقبل مكالمات أخرى لكن بعد هذا الفاصل الإعلامي. ابقوا معنا. هل سيأتي الفاصل الإعلامي؟
أعزائي المشاهدين مرحبا بكم مجددا. نبدأ نستقبل يعني نواصل استقبال المكالمات. من معي؟ تفضل أخي، من معي؟ السلام عليكم. بالقاسم. بالقاسم. الو. بالقاسم أخي بالقاسم، منين تكلم فينا؟ مشتق الجزائري. منين؟ مشتق الجزائري. الشرق أما ولاية شرق كبير. من مشتق الجزائري خويا. يا أخي. تفضل أخي بالقاسم. بس هذاك تاخير قال لك راكم ديروا لنا في فتنة، هذاك صنع طيبة يرجعوا يخدم، ما تفهموش. واش من الفتنة بالقاسم؟ الو. تفضل أخي بالقاسم، ما فتنة تتحدث عليها؟ لا نتحدث عليها بالمسلمين يتذكروا عن قناة العاصمة اللي ديروا في فتنة، هذاك بغي يجاني هذاك صنع طيبة يرجعوا يخدم. ايه تفضل كمل. وهذاك تاع مشيلة اللي قال لك فتنة يوم الرابعة، قول الله يسلط عليكم ما بالله راسين. ولا غادي تقول لي غادي نقول لك معاك حتى لك داير وشاك هذا مش عارف كاع يتقرا هذاك. وانت يا اخي رايك في الموضوع، واش رايك في الموضوع؟ يا ذاك قال متبين الباطل والثوره مفتوحه، الثوره كان من القضيه مفتوحه. والله ولا باين بالطريقه ما تبي نقول معاهم. هايو. بس انت رايك راك تقول احنا قناه تاع فتنه، يعني اعطيني يعني بعض الادله. لا هذا اللي نقول حاشا، هذا اللي نقول، هذا اللي نقول قناه تاع فتنه. هذا نقول كيما تاكل انسان هذاك سناطي وهذا تاع مشيله هذاك داير وشاش هذاك. اذا غادي نقول مشيله قد نقول معك. هو حب يعني حب يدير حمله انتخابيه. هذاك مش عارف على الانتقال هذاك، انا كنت ندير الجامعات يعاودها. هذاك راه داير وشاش ما يقارنش بالانتقال يسمح له. اخي بالقاسم. اخي بالقاسم باش نبقاو في الموضوع ونترفع في النقاش يعني نستفادوا من هذا الحصه ونخرجوا بفكره يعني عاليه. هذا الاشخاص خليهم يعني والله ليست لهم حجه. يعني نحاولوا نرتقوا في الحديث ونتكلموا على هموم الجزائريين، ما يشغل البال العام، الحلول يعني، ونترفعوا على هذا المستوى تاع هذا الناس اللي السلطه. كاين السلطه، اسمع، كاين السلطه اللي يدير خدمتهم وكاين الشرطه اللي ما يدير خدمتهم. هذه هي الدنيا. كان اللي يبان الامام تاع الجامع كان اللي مليح وكان اللي مش مليح. بصح يا اخي بالقاسم هل تسمعني؟ اخي بالقاسم بعض من الشرطه انا يعني صراو لي حوادث في الجزائر، تروح تسالهم تقول لهم لماذا علاش ما تدخلوش؟ يقول لك جاتنا تعليمات قالوا لنا ما تخلطوش في هذه العصابات باش ما يخلطوش الحالة. يعني جاتهم تعليمات فوقية باش ما يطبقوش القانون اللي هم خالصين باش عليه باش يطبقوه. يعني كيف تفسر؟ دركي يقول لك ما نقدرش، يقول لك جاتني تعليمات باش ما نطبقش قانون الجمهورية اللي قال لك لو كان يبقى كيما تلومون في السنة التكرارية يعطوك راسها. انه كيف تبغوا كلهم دنو. كيما يا اخي ما تكونش تبان ولا البوليس. يا اخي بالقاسم والله المكالمة تاعك رديئة جدا، يعني نرجى لو كان تعاود تتصل بينا بالك تكون المكالمة احسن من هذا الشيء. نستقبل مكالمة اخرى. من معي؟ الو من معي؟ سلام الله عليك. أنا بتولي. من يا أخي قدم نفسك وقلنا من أي ولاية تتكلم. عادل من السطيف. عادل من السطيف. أخي عادل، ما رأيك يعني في غياب الأمن في حروب الشوارع وحضورهم الشبه دائم في الاحتجاجات الاجتماعية والسياسية اللي صارية في الجزائر؟ لا والله يا أخي احنا اليوم يا أخي عادل يعني يظهر أنك لا تلم بالموضوع. نتكلموا على الأمن الوطني، يعني الحضور تاعو، يعني الأمن الوطني في الجزائر. يعني وقعت أحداث يعني في هذه الأسابيع القليلة في الضواحي العاصمة، وإن المواطنين لقوا روحهم رهائن يعني لحروب عصابات في غياب تام للشرطة. وهذه الشرطة لما تكون احتجاجات نلقاوها في الصفوف الأولى للقمع والضرب والتبهدايل تاع اللي يبهدلوا في الناس.
أخي عادل، هل سمعت ولا نستقبل مكالمة أخرى؟ نستقبل مكالمة أخرى. الو، سلام الله عليك، من معي؟ معك عادل. عادل، تفضل عادل يا أخي. الله كنت أظن أني فقدتك. تفضل عادل. احتجاجات عادية في منطقة أي نسمع. عادل، المكالمة تاعك انقطعت، اتصل بنا من جديد. من معي؟ الو، من معي؟ إدريس، تفضل أخ إدريس. نعم. تفضل إدريس، الجزائر تسمعك. أنت على المباشر. يا أخي. نعم. عندي قبل نهار مشاو الولاد هذوك تاع الآخر جاو البني قاعد على حيط، هزونا الكوميسارية واش من الأمن هذا. أخي إدريس تسترسل، تفضل كمل الحديث. نعم. تفضل. قلت لك في عمري 60 سنة. الله يبارك. كنت قاعد على الحيط، جاو قوة الأمن هذوك هزونا داونا الكوميسارية من 10 وربع حتى ل 5 العشية. علاش ما نعرف، ما راني ندير لا ما عرفتش ما والو، بصح نحلف لك العادك منه يجي كان يجي شهر بالجزاء نمشي معاه. هذا هو، والسلام عليكم. بارك الله فيك، سلام الله عليك. يعني والله نتأسف على الخطاب هذا يعني الانهزامي يا الأخ إدريس، ولو أن الجزائر مازال فيها أمل، وإن شاء الله يعني الجزائر تتحرر، يعني وماشي شارون اللي يجي يحكم في الجزائر إن شاء الله، يعني الجزائر إن شاء الله يحكموها أبنائها الشرفاء. أستقبل مكالمة أخرى. من معي؟ سلام الله عليك، أنت على المباشر أخي، تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. من معي؟ قدم نفسك أخي. الحاج من البليدة سي محمد. الحاج من البوليدة، تفضل أخي. زاد الله في فضلك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. شوف يا سي محمد. تفضل. في الحقيقة الجزائر راهم ضفشينها الثالثة في العالم اللي بمكافحة الإرهاب. راهي نصفها مور مصر الزوجية هي الثالثة. شكون صنفها؟ شكون؟ كيف صنفها؟ العالم صنفها. العالم هو اللي صنف. المعنيين تاعهم. هذا التصنيف تاع الإدارة الأمريكية. كيفاه الملكية؟ احنا رانا الملكية عندها 20 سنة. هذا التصنيف تاع الإدارة الأمريكية، والإدارة الأمريكية يعني هي اللي تمارس الإرهاب. هو سيادة فرنسا، من سيادة فرنسا هي راهو نزاع كبير مع الأمريكان. قلت لك نزاع كبير مع الأمريكان. تفضل كمل الفكرة. هذاك وزير الخارجية تاع الأمريكان راهو جاي يعطيهم أوامر. ما تيجي لنا قوات الشرطة في الجزائر شكون يعطي لها الأوامر باش تروح تقضي على العصابات شوف العصابات دوك نقول لك واحد الحاجة. العصابات هذو العصابات التوحد. نعم سي محمد. الحاج تفضل كمل الفكرة. نعم. يا أخي ما تقطعش، لأني من بعد نولي مضطر أني نستقبل هذه العصابات هذه باش الشعب يجي يولي الموقف تاعو كاع، لاخاطش راهم في فضائح كبار والناس كاع لا يعرفوا واش راهم يديروا، ولا يعرف كاع شكون اللي عندهم راهم يجيو الأمامير. وهذه العصابات تاعهم وهما اللي راهم طاقينهم على الناس، وهذا كاع واش راهو يصرى. هذا لا من المخدرات ولا من الخمره اللي راه ينباع ولا من الشيب اللي راه ينباع ولا من الكيف ولا من
الناس كاع عارفه شكون اللي راه يجيبها. وهذا الشيء كاع هذا الشيء كامل راهم يديروا فيه انظر واش الخطوره راه يجيتنا. لو كان الشعب تاعنا ما يتبعش وما يكونش عنده اليقظه والله العظيم غنفتحوا في كارثه كبيره. حنا نديروا ربع الزواج اللي عاد الرجال وراهم كاينين الرجال ان شاء الله بربي والناس كاع راهي عارفه هذا الهم اللي راهم دايرينه في الحبوب وهذا المناطق تاع الجزائر تاع الوسط راهم عارفينهم كاع نخليوهم باش بعض الناس ينوضوا يقولوا راكم تشوفوا الدوله تاعنا مليحه وعلى ما هاي كاش حاجه اخرى سي محمد وإلا كنت حبيت نسقسي يعني باش نجاوبك. بارك الله فيك أخي الحاج، شكرا على المداخلة ودمت وفيا لنا. استقبل مكالمة أخرى. من معي؟ أنا مساء الخير. مساء النور، من معي؟ تفضل. معك الغازي من أضرار. تفضل أخي غازي. تفضل. أهلا وسهلا. شوف يا أخي، تسمعني؟ أسمعك نعم. نحن يا أخي والمستمعين كل من يمدح بوتفليقة وأعوانه نعرف يقينا بأن له مصالح ويعبد مصالحه، لا يحب الجزائر ولا الجزائريين. احنا اليوم الجميع يرى ويسمع ما أطلبه من الإخوة في الغربة في أوروبا أن يعطونا سلوك الحكام الأوروبيين ويعطونا كيف يتصرفون مع شعبهم، لأن الجزائريين يجهلون ذلك. لأن اليوم في الجزائر كل واحد يعرف بأن الشعب الجزائري في ضغوطات وفي حرمان وحقه بين عينيه ولا يستطيع أن يتحصل عليه. هؤلاء الذين يمدحون بوتفليقة ونحن نعرف يقين بأن الجزائريين الأحرار ليس لهم قناة إلا قناة عصر المغاربي، وليس لنا في الجزائر قناة إلا قناة اليتيمة التي تمدح بوتفليقة وأعوانه، ونحن نكره هذه القناة ولا نسمع ما يقول فيها على الإطلاق. نحن نحب قناة العصر المغاربية التي تحوش لهؤلاء الصحفيين الذين يحبون الجزائريين ويخدمون الجزائريين ويمدحون الجزائريين. هؤلاء نحبهم وندعو لهم بالخير صباح مساء، نقول لهم حفظكم الله ورعاكم على جهدكم وعلى طهاركم لما ينفع الجزائر والجزائريين. هؤلاء الجميع يعرف بأن لهم مصالح، لا يحبون الجزائر وإنما يخدمون مصالحهم في الداخل وفي الخارج، والشعب الجزائري يهرب ويموت في البحر يوميا كأنهم ليسوا جزائريين على الإطلاق. هؤلاء اليوم هذه السلطة في الجزائر. شكرا أخي غازي، مشكور على المداخلة. نستقبل مكالمة أخرى. من معي؟ الو سلام الله عليك، تفضل أنت على المباشر أخي، قدم نفسك وقلنا من أي ولاية تتكلم. الو سلام الله عليك. الو من معي؟ الو سلام الله عليك، من معي أخي؟ الو سلام الله عليك، من معي؟ الو سلام الله عليك، من معي؟ أخي هل تسمعني؟ الو الو سلام الله عليك، سلام الله عليك، انت على المباشر اخي، تفضل. السلام عليكم يا اخي فهد، شوف لي اخي فهد راح رد عليه بالكلمه هذا، خبرك اللي من الجزائر العاصمه تشوفها في الكلمه اللي كان قاعد تسمع فيها راني رابح. يا اخي يعني شوف اخي بالكلمه اخي فهد راح رد عليه بالكلمه ذاك اللي من العاصمه. شوف الكلمه كان من العاصمه راك تسمع فيها وراني مقتنع بالقناه هذه. شوف اخي كي تقول قناه الانتشار انا رايح. أظن المكالمة قطعت، نستقبل مكالمة أخرى. من معي؟ ألو ألو سلام الله عليك، من معي؟
الو الو، هل من احد يسمعني؟ الساسي سوق هراس، تفضل اخي الساسي. من معي؟ عبد النور. الو، مساء الخير عبد النور. من اين تكلمنا عبد النور؟ نكلمكم من سوق هراس. عبد النور سوق هراس، تفضل. يا اخي احنا بالنسبه لنا احنا هذا البرنامج تاعك مليح، بس اول شيء هو الرقم تاعك غير على الامن الوطني والعسكر، الناس اللي خدموا العسكر وكافحوا الارهاب وكل شيء، وناس مظلومين وحقهم رايح وكل شيء، ما قدم لنا نقرا تاع رأينا فيها. على من حبيتنا نتكلم يا اخي؟ نعم يا أخي، هذه الأيام عرفت شوارع أحياء بالعاصمة يعني حروب شوارع، حروب أهلية، مواطنين مرعوبين. يعني اختار لي موضوع نتكلم فيه من غير هذا الموضوع. نختار موضوع واحد آخر. نتكلموا على الزهور. اختار لي موضوع يعني مهم، يهم المواطن الجزائري غير هذا الموضوع. يعني فيه مواطنين جزائريين في ضواحي العاصمة عايشين إرهاب، عصابات مجرمة في غياب الأمن، وأنت تقول لي نهضروا على شيء، على من نهضروا؟ يا أخي احنا لا يهمنا الوطن هذا، والعصابات هذول معروفين معروفين، هذا هو المشكل. هذا المشكل أن العصابات معروفين والأمن مخليهم دايرين حالة الرعب في المواطنين، بينما الرجال الشرفاء اللي طلبوا يثبت نظام الحكم يكون شرعي، هذوك يدوهم للسجون ويدوهم يبهدلوهم يضربوهم بالهراوات في برا. على من حبيت نتكلموا؟ طيب انا نحط الصوب والجبليه، وانا اشوف غير الصحوه هو احنا على الاقل ما نعترض شويه على الظلم على الحضره وكذا. يا أخي، عائلات ما يقدروش يبعثوا أولادهم للمدرسة أسبوع، هذا ماشي ظلم، هذا ماشي حقرة. والأمن الوطني يعني لاتي في وين راه 200,000. الأخ الجزائر يعني عندها شرطي لكل 1000 مواطن، وعندها طبيب ل10,000 مواطن، عندها أستاذ ل10,000 مواطن. يعني ما هذا يعني الشرطة كاينة، لكن الأمن لا أمن. يعني هل تسمعني أخي؟ عبد النور تقطعت مكالمة تاعو، نستقبل مكالمة أخرى. ألو، من معي؟ ألو، سلام الله عليك، من معي؟ السلام عليكم. وعليك السلام أخي، قدم نفسك. جمال من راس الواد. جمال من أي ولاية؟ راس الواد، ولاية بوسعوري. راس الواد، تفضل جمال. يا اخويا على المشكل هذا. ايه تفضل. راس الواد، ولاية بوسعوري. ايه يا اخويا مشكلة عندنا اي حاجة صغيرة وانتم كبرتوا لنا. يا اخي، انا نقول لك حرب عصابات بالسيوف، انت تقول لي فيها كاين في بعض الاحيان كاين موتى، انت تقول لي كبرناها، انا اللي كبرتها. ليش انا كبرت؟ بس اظن ان المكالمة يعني رديئة جدا. جمال من راس الواد زعف علينا. تفضل، من معي؟ سلام الله عليك. السلام عليكم الاخ. وعليك السلام اخي، من معي؟ مراد من الجزائر العاصمة. مراد من العاصمة. يعني اعطينا شهادة اخ مراد، اعطينا شهادة على هذا. خويا نتكلموا هذا على العصابات، حروب الشوارع هذا يعني هذه يعني اخي معروفة. كاين ناس تحكم فيهم، كي يحبوا يطلبوهم، كي يحبوا ينحوهم. يعني انت تظن ان النظام يعني عنده يد في مع العصابات؟ هذه ما يبينها.
ونعرفوا في 2010 انا دخلت للاستاد قريب ضربوني بوس ونحاولوا البورطابل. سمانه ابري لعب الماتش دخلوا للفات دخلوا فاميليات ما كان والو كاع. باش تشوف يعني كيفاش كيفاش تحكموا فيهم. يعني الامن الوطني مخصص للدفاع عن النظام ليس للدفاع عن المواطن. هذه هي بالذات. وهذا اللي راهم يقولوا لك الجزائر مليحه والنظام كذا، هذه اخي معروفين في وقت فرنسا. القايد يضرب فيهم بالكرافاش وهما يموتوا له البردوس تاعو. بس واش نقول عقليتهم هكذا متربيين مذلولين ما يقدروش يتبدلوا، مربيين وقت فرنسا ما يقدروش يتبدلوا يكونوا حرار. ما عرفتوش نطلبوا لهم هذه قاتل الاحرار ما يتصلوش. كاين قنوات تاعهم كاين روحوا اتصلوا بهم النهار الشروق ما يعطولهمش يا اخي. القنوات اللي ذكرها ما تعطيش المباشر للمشاهد الجزائري. وهذه قتل الاحرار ما بهم ما يخسروناش الاسواري يبعدونا. والسلام عليكم. بارك الله فيك. الاخ مراد. نعم. يعني لما علاش انت في بالك الهدف من هذا يعني الامن يعني يخليوا العصابات هذو ما هذه اسمع الحكومه راهي تخوف الشعب كي تحب دير حاجه باش تخوفك. يعني الارهاب خلاص لازم درك الشعب يولي يخاف من بعد ما الارهاب خلاص لازم يولي يخاف من العصابات. ضربك بالشعب ضربك بهذا الناس. يعني التخويف لتركيع الشعب. بارك الله فيك اخي مراد ودمت وفيا لنا. الله يسلمك. من معي؟ السلام عليكم. وعليك السلام. من معي؟ اسماعيل من الجزائر. اسماعيل من الجزائر. تفضل اخي اسماعيل انت على المباشر. يا اخي اسماعيل انت من الجزائر العاصمه. نعم. يعني انت تعرف اخي بليك يعني الاحياء الشعبيه في الجزائر باب الواد بالكور بوفريزي. نعم. يعني القصبه هذه الاحياء الشعبيه يعني المسؤولين يعني يشوفوا له انها يعني بؤر تاع خطر في حال ثوره شعبيه. ولهذا يعني المسؤولين تاعنا فيه سياسه ممنهجه باش يخلوا العمارات تاعهم تقدام ويعطوا لهم يعني سكنات في الضواحي في تسالة في برقي. خلاص فهمت سؤال يا اخي العزيز. خلاص فهمت سؤال. تفضل. خليني نتكلم. تفضل. خليني نتكلم. فهمت كلش. تفضل. شوف انا اعرف الجزائر نعرف القطر الجزائري كله. هذا الظاهره هذه جديده ماشي قديمه، على خاطر زمان في السبعينات والثمانينات كان هناك الاستبداد بصح والله العظيم غير كانت الحرمه وشغل كانت الخدمه كان العمل ثم العمل. كي كانوا يحكموا واحد بالسكين في المقهى نهايه العمل فهمت راسي يحكموا واحد بالسكين يديروها بالشهور حبس العراف يقولوا لا العراف. ولكن درك الظاهره هذه يا اخي جديده وشغل ولات نورمال مودرن. الناس في كل قطر الجزائر في عنابه في وهران في بجوار في زوز الجزائر العاصمه في وهران في غير ليزان في شلاف في بليده في قوعه في المتاشر. حتى في المتاشر كانوا دخلت هذا الجنونيه دخلت. الله يستر ويحفظ. هذا خطه يهوديه هذه يتسمى هذا الخطه هذه درك يتسمى يضربوا الناس بولاد الناس. يضربوا الناس بولاد الناس يضربوا. مكالمة إسماعيل قطعت. أعزائي المشاهدين سياسات القمع والتضييق على الحريات من طرف سلطة غير شرعية انتهجت الفساد منظومة للحكم وشراء الذمم هي من تشكل خطر على أمن الدولة الجزائرية، ليس الاحتجاجات والمطالب الشرعية لشرفاء هذا الوطن. في بناء دولة القانون والمؤسسات أين يكون الشعب هو السيد في اختيار من يحكمه وليس الكاسكيطة والشكارة. وبهذا القدر نصل بكم أعزائي المشاهدين إلى نهاية هذه الحلقة. نشكر لكم حسن المتابعة وشكرا للمتداخلين الكرام لإثرائهم النقاش،
ودمتم أوفياء لبرامجنا. الجزائر تسمعك تضرب لكم موعدا يوم السبت إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله. العكازة منين معوجة؟ معوجة من فوق، الشعب ما عنده علاه. زادوا لنا السكر، زادوا العدس، زادوا المعيشة كاع، السكنة كاين. قال شي ماشي قادر المسؤولية يروح. بلاد العدالة نايمة والحقرة قايمة.